في ستات كتير بتسمعني دلوقتي وبتقولي انا مش قادره اكمل، انا مش قادره استحمل، انا بعيش نفس معاناه الست اللي اتضربت دي. بس كل حواليا بيقولوا لي استحملي، هيتغير، الزمن هيصلح، عشان خاطر الولاد. وانا هنا عشان اقولك بكل وضوح ما تصدقيش الكلام ده. وجاي اقولك كمان انك اوعي تصدقي ان حد يجي يقنعك بكام آية ان في بركة في الذل وان في بركة في الاهانة. مفيش حاجة اسمها بركة في الذل ولا بركة في الاهانة، ومفيش اصلاح في بيت مبني على الاهانة والذل والكسرة. مفيش حاجة اسمها اصبر عليه شوية، لو خصوصا لو اللي قدامك نرجسي او سيكوباتي او بيشوفك اقل منه. الشخص اللي بيشتمك وبيقلل منك وبيهينك وبيضربك ده مش زوج وده مش شريك حياة. بالعكس ده خطر عليكي وخطر نفسي وجسدي وروحي. روح ازاي؟ لان هيخليك تفقد الثقة في نفسك وفي حياتك وتبعدي عن ربنا وتقولي فين ربنا وتبص لغيره. فهو مفيش اي بركة في الذل، مش اي بركة في الذل والاهانة. طب الست اللي بتتهان كل يوم تقول عشان خاطر العيال او عشان خاطر شكلي قدام الناس او عشان شكل العيلة زي ما يقنعوها في البيت او ممكن يتغير، احب اقولك ان انتي بتموتي نفسك بالبطيء. وجسمك عايش اهو، بس روحك بتتكسر حتة حتة وكل يوم. واحب اقولك برضو ان هو مش هيتغير. الشخص النرجسي او السيكوباتي ما بيشوفش نفسه غلطان خالص، بل على العكس دايما بيشوف نفسه الضحية وانت المذنبة، ودايما شايف نفسه صح وانت لازم تعتذري حتى عن الحاجات اللي انت ما عملتهاش. طب الناس اللي بتقولك استحملي، الرجالة كلها كده او تغيري عشان هو يتغير. محدش عايش جوه بيتك، ما سمعوش الشتيمة، ما سمعوش الإهانة، ما حسوش بألمك، ما شافوش الخوف اللي في عينيكي وانت قايمة من النوم وانت صاحية من النوم. ما شافوش حاجة، ما شافوش المعاناة والمأساة اللي انت عايشاها. انت بس اللي عايشة الألم وانت لوحدك اللي شايفة كل ده. هل انا بقولك سيبيه دلوقتي؟ لا، انا مش بقولك سيبيه، بقولك اول حاجة افهمي نفسك انك ماشية صح. ممكن تكون توقعاتك عالية، مخاوفك العالية خوفتيه، انت مستنيه منه حاجات كتير وما يعرفش، لكن انا بتكلم لو هو خطر على حياتك، خطر على حياتك. لو شخص مؤذي روح لحد متخصص يساعدك، احكي، اتكلمي، افتحي قلبك، بس ما تسكتيش. وفي الاخر ربنا ما خلقكش عشان تتعذبي، ولا الزواج مؤسسة للألم والعذاب والجهل اللي الناس بتقوله، ولا انه ربنا قال لك موتي بالبطيء او تموتي كرامتك وتهيني كرامتك وتهيني نفسك. انت مش لوحدك، وانت تستاهلي حياة امنة، وتستاهلي كلمة حلوة، وتستاهلي قلب يحتويكي ويحبك، مش ايد تكسرك. وصدقيني في فرق كبير بين بيت يعني عنده مشكلة وتتصلح وبين بيت مهدوم. وطبعا حاولي تصلحها في العلاقة في الاول، لان احنا دايما بنقول اصلاح علاقة افضل من انهائها طول ما فيها امل في الاصلاح. بس المهم ما يكونش فيها ذل ولا ضرب ولا زوج خطر على حياة مراته.